الفيلم بيبدأ مع سفينة كبيرة في قلب المحيط وموجود عليها مجموعة كبيرة من الناس، وكل واحد بيحاول يستمتع بوقته، ومن بينهم بنت جميلة اسمها إيمي اللي بتقف لوحدها على جنب والحزن باين عليها لأن النهاردة عيد ميلادها، وفاكرة إن باباها ناسي ومش جايب هدية علشانها. وبعدها على طول باباها جون بيقرب منها وبيديلها جهاز لاسلكي وبيقول لها إن دي الهدية بتاعتها، وساعتها بتفرح جدا ومودها بيتغير. وفجأة وهم بيتكلموا الناس بتبدأ تصرخ بصوت عالي، وده لأنهم بيشوفوا دلافين كتير جدا بتلعب في المية وبيتبسطوا بالفقرة دي جدا. وفي اللحظة اللي الناس كلها مبسوطة فيها بعرض الدلافين محدش منهم بيكون مركز أصلا إن الدلافين خايفة من حاجة، وبيحاولوا يهربوا بسرعة من المنطقة وحاسين بالخطر، وبيفضلوا على الوضع ده لفترة طويلة والسفينة مليانة دوشة والناس كلها مركزة مع الدلافين. وفجأة القبطان بيحس إن في حاجة غلط، وقبل ما يحذر الناس بيظهر وحش مرعب تحت المية وبيخبط السفينة بعنف وبتبدأ تتهز من كل اتجاه. وفي الآخر الدنيا بتتقلب والناس كلهم بيقعوا في المية، وكل واحد بياخد عوامة بسرعة وبيحاول ينقذ نفسه من الغرق، وبيفضلوا يعوموا لحد ما بيوصلوا لشط جزيرة مهجورة وغريبة، وطبعا ما بيكونش فيه أي شبكة ومحدش منهم بيقدر يطلب المساعدة، وبيلاقوا نفسهم محبوسين في الجزيرة. وفي الوقت ده جون بيقع في مكان تاني على نفس الجزيرة وبيغمى عليه من كتر التعب، وبيحاول واحد من الركاب يفوقه لحد ما بيرجع لوعيه تاني. وساعتها أول حاجة بيفكر فيها هي بنته، وبيترعب لأنها مش موجودة، وبيدور عليها في كل مكان، وبيفتكر جهاز اللاسلكي وبيمسكه وبيحاول يتكلم معاها فيه يمكن يلاقي أي رد، وبيفضل يجري زي المجنون ينادي بصوت عالي باسم بنته، ومش قادر يتخيل إنها ممكن تكون خلاص راحت. وبيتصدم إن الناس كلها موجودة على الجزيرة وكل واحد بيدور على أسرته، والوضع صعب جدا. وفعلا بعد فترة بيلاقي بنته وسط مجموعة من الناس قريبين من الشط، فبيستعد علشان يجري يجيبها بسرعة ويتأكد إنها بخير. وفي اللحظة دي الراجل اللي واقف جنبه بيحذره وبيقول له إن الوحش قريب جدا من المنطقة دي، ولو راح لهناك أكيد هيموت معاهم. وبيتصدموا إنها أفعى ضخمة جدا وبتبدأ تعمل أصوات مرعبة ومحدش بيقدر يقف قدامها من كتر الخوف، وبيعرفوا إن الأفعى دي هي اللي قلبت السفينة ووصلتهم للوضع ده. وفي ثواني كل واحد بيجري في اتجاه، وطبعا هي من كتر الغضب بتهجم على أي حد بيقف في طريقها وبتخلص عليه بكل وحشية. وبيصمم جون بالرغم من كل ده يروح ينقذ بنته، وبيحاول الراجل اللي معاه وبيشرح له إنه هيموت معاها على الفاضي وخلاص لازم يستسلم للأمر الواقع. وفي اللحظة اللي هم بيتحاوروا فيها مع بعض الأفعى بتقرب من إيمي وبتبلعها قدام عينيهم، وبيتصدم جون من اللي حصل وبيفضل يصرخ ويعيط على بنته، وبيلوم نفسه لأنه ملحقش ينقذها في الوقت المناسب وسابها للموت. وبعد ما خلاص افتكر إنها ماتت فجأة بيسمع صوتها في اللاسلكي بتتكلم معاه، وبيفهم إنها لسه عايشة والأمل بيرجع له مرة تانية. وبيكتشف إنها بتتكلم من جوه الأفعى، وبيصمم إنه لازم ينقذ بنته بأي طريقة حتى كمان لو هيموت في الآخر. ولما بيعرف إن الأفعى دخلت في اتجاه الغابة بيستعد علشان يروح يدور عليها وينقذ بنته. وفي اللحظة دي جاك الراجل اللي معاه بيتأثر وبيقرر يساعده على طول، ومن غير تفكير كمان واحد من اللي موجودين بيوافقوا يروحوا معاهم، وبيعملوا فريق كامل وبيرفضوا يسمعوا أي نصيحة من الناس التانية، وده لأنهم شايفين إن الغابة خطر جدا وأكيد لو راحوا ورا الأفعى محدش منهم هيرجع عايش، وبيفكروا إنهم طول ما هم على الشط حياتهم هتكون في أمان أكتر. وبعدها بكام دقيقة بيهجم عليهم وحش مرعب جدا وبياكل واحد منهم بكل سهولة، ومن كتر الخوف الباقي بيهربوا بسرعة وبيروحوا كلهم في اتجاه الغابة، والوحيد اللي بيفضل فيهم بيتاكل هو كمان بكل وحشية في الآخر. وده نفس الراجل اللي كان بيقنعهم يفضلوا مكانهم لحد ما المساعدة تيجي. وفي الوقت ده الأفعى بتبدأ تلف في الغابة وبتوصل لكهف غريب، وبترمي كل الناس اللي هي بلعتهم جوه الكهف ده، وبتستعد علشان تروح تصطاد شوية كمان. وواضح إنها بتخطط لكل حاجة كويس جدا وفاهمة هي بتعمل إيه، وبتتفهم إنها أنثى وللأسف بتحتفظ بالبيض بتاعها في مكان آمن، وكلها مسألة وقت بس مش أكتر، والبيض يفقس ويطلع وحوش صغيرة، وعلشان كده بتحتفظ بكميات كبيرة من الأكل علشان تقدر تأكل الأطفال اللي جايين في الطريق. وبعدها بكام دقيقة بيفوق القبطان وبيطلع لسه عايش، وبالصدفة بيلاقي إيمي مرمية جنبه وبيحاول يساعدها لحد ما بترجع لوعيها مرة تانية، وبيدور على أي مخرج يهربوا منه قبل الأفعى ما ترجع، وبيدور في كل مكان في الكهف لحد ما بيتأكد إنهم مش هيعرفوا يخرجوا من هنا ولازم حد يجي يساعدهم من بره. وكمان الحفرة موجودة في قلب الغابة وصعب جدا حد يوصل لهم أو حتى يحس بيهم، وبيكتشفوا إن بيض الأفعى موجود معاهم في نفس الحفرة، فبيقرب القبطان منه بيحاول يلمسه. وفي اللحظة دي إيمي بتحاول تحذره لأنه لو لمس البيض ممكن يفقس، وساعتها هيلاقوا عدد كبير من الوحوش معاهم في نفس المكان. وطبعا الكل بيفضل واقف خايف مستني لحظة زي دي ومش عارفين يتصرفوا إزاي لو ده حصل فعلا. وفي وسط كل ده بيظهر رجل أعمال غني جدا اسمه يونغ وبيقول لهم
على فكرة غريبة جدا، وهي إنهم يكسروا البيض بنفسهم قبل ما يفقس، وساعتها كل الوحوش الصغيرة هتنزل ميتة وهيتخلصوا منهم بكل سهولة. وفعلا بيكون مقتنع بفكرته جدا، وبيمسك حجر كبير وبيبدأ يخبط على بيضة منهم وبيحاول يكسرها، وبيتصدموا كلهم لأن البيضة بتتكسر وبيخرج منها أفعى صغيرة، وطبعا بيترعبوا أكتر وبيتخانقوا مع رجل الأعمال لأن دي فكرته، وللأسف عرض حياتهم كلهم للخطر بسبب غبائه، وبيجروا يستخبوا ورا صخرة كبيرة من كتر الخوف، وبيشوفوا الأفعى الصغيرة بتقرب عليهم. وفي اللحظة دي الأفعى الأم بتوصل وبتغضب جدا بسبب اللي حصل، وبتبدأ تاكل أي حد بتلاقيه قدامها. وفي المقابل جون وفريقه بيوصلوا لقلب الغابة وبيبدأوا يدوروا على مكان بنته، وبيستغربوا ليه الأفعى بلعت الناس دي كلها من غير ما تاكلهم، لأن دي حاجة مش طبيعية وأكيد بتخطط لحاجة تانية خالص. وبيفضلوا ماشيين بعد كده ورا آثار الأفعى، وبالصدفة بعدها بشوية بيوصلوا لمصنع قديم موجود في الغابة، وبيتصدموا لما بيلاقوا جواه جثة متحللة الجندي، وبيحسوا إنهم مش هيخرجوا من هنا تاني أبدا. وبيستغل جون الفرصة دي وبيجمع شوية مواد كيميائية من اللي موجودة، وبيستغربوا أصلا المصنع ده بيعمل إيه في الغابة، ويا ترى الجيش كان بيستخدموه لإيه بالظبط. وبيفتحوا الدولاب اللي موجود في المعمل وبيلاقوا جواه كتب قديمة جدا، وبيتصدموا ساعتها لأنهم بيكتشفوا إن ده مش مجرد مصنع عادي، وإن الجيش كان عامله مختبر سري وبيعملوا فيه تجارب بشعة على الحيوانات. وبسبب التجارب دي طبيعة الحيوانات نفسها بتتغير، وكل الحيوانات اللي على الجزيرة بتتحول لوحوش ضخمة ومرعبة، وحتى النباتات والأشجار بتتأثر بالتجارب دي وبتتحول لوحوش هي كمان. وبعد ما بيعرفوا الحقيقة بالكامل بيروحوا يكملوا البحث، وطبعا محدش مستوعب إن اللي عرفوه ده يبقى حقيقي. وبيستغل جاك الفرصة وبيقف يقطع شوية خشب، وبيتصدم إن خارج منه سائل أسود غريب، وبالصدفة واحد منهم بيحاول يولع سجاير، وأول ما بيستخدم الكبريت المكان كله بيولع وبتحصل حريقة كبيرة، ولكن جاك بيطفي الحريقة بأعجوبة. وساعتها بيفهموا إن المادة السوداء اللي جاية من الخشب دي قابلة للاشتعال وخطيرة جدا. ومن بعد اللي حصل جون بيحس إنه دايخ وتعبان جدا من ريحة الدخان اللي حواليه في كل مكان، وبيبدأ يشوف هلاوس غريبة جدا وكأن كل الناس اللي حواليه أشرار وعايزين يأذوه. وبيشوف بنته بتتكلم معاه وبتلومه لأنه ما حاولش ينقذها وسابها للموت. وفجأة قبل ما يتحرك من مكانه الأفعى بتوصل لهم وبتهجم عليه وبتبدأ تخنقه بكل قوتها، وللأسف ما بيقدرش ينقذ نفسه ولا حتى يدافع عن نفسه، وبيفضل على الوضع ده لحد ما جاك بيرمي على وشه مية، وبيكتشف إن كل ده مجرد هلاوس وإنه بخير وما فيش كمان أي خطر على حياته. وبيطمنوا جاك وبيوعدوا إنه هيفضل معاه لحد ما يلاقي بنته. وفجأة وهم بيتكلموا مع بعض بيتصدموا إن الأشجار الحية بدأت تهجم على كل زمايلهم وبتحاول تخنقهم وتسيطر عليهم، ومن غير أي تفكير بيقوموا بسرعة وبيبدأوا يضربوها من كل اتجاه وبيحاولوا ينقذوا زمايلهم قبل فوات الأوان. وطبعا محدش بيستوعب إن اللي بيحصل ده حقيقي، وقبل ما الشجرة تتمكن منهم تاني بيهربوا كلهم من المكان وبينقذوا نفسهم في الوقت المناسب. بعد كده بنرجع تاني للحفرة، وبيخرج رجل الأعمال عن السيطرة وما بيكونش عارف يتصرف من كتر الخوف، فبيمسك حجر كبير وبيفضل يضرب التعبان الصغير وبيتخانق مع القبطان كمان، وبيتصرف بجنون مع كل اللي حواليه، وبيلوم القبطان لأنه المسؤول عنهم وكان المفروض يحمي حياتهم من الموت ويوصل بيهم لبر الأمان بأي طريقة. وفي اللحظة دي إيمي بتفضل تعيط وبتحاول توقف الخناقة اللي بينهم، وبتقول لهم إن ده مش وقته خالص ولازم يتعاونوا مع بعض ويلاقوا طريقة يخرجوا بيها من هنا الأول. وفي المقابل باباها بيقلب عليها الغابة وبيحاول يلقط أي إشارة من اللاسلكي علشان يوصل لمكانها، ولما بيحس بالتعب بيقعد يريح شوية، وبيقرر واحد منهم يروح يشرب مية. وفي اللحظة دي بيسمع صوت غريب وراه، فبيقوم يشوف الصوت ده جاي منين، وبيتصدم إن دي سمكة متحولة وبتطير وبتهجم عليه على طول وبتحاول تاكله، ولكن الشاب بيقاوم بكل قوته وبيمسكها بالعافية وبيرميها لبعيد عنه، وبيستغل الفرصة دي وبيجري بسرعة كبيرة وبيحاول يرجع لزمايله مرة تانية، وبيصرخ بصوت عالي علشان يحذرهم من الخطر اللي جاي عليهم. وبيتصدم في الآخر لأنه بيكتشف إنها مش سمكة واحدة وإن في سرب كامل جاي وراه، وبيحس إن السما بتمطر سمك متوحش، وبيوصل لأصحابه وبياخدهم وبيهرب بسرعة بعد ما بيشرح لهم إيه اللي بيحصل. وللأسف الأسماك المتوحشة بتقدر تخلص على شوية منهم، وكل واحد منهم بيروح يستخبى ورا شجرة وبيحاول يحمي نفسه بأي طريقة. وفي اللحظة دي جاك بيركز حواليه وبيكتشف إن الأسماك دي بتظهر بس في المنطقة اللي فيها الضباب، وبيطلب من زمايله يجروا لحد ما يخرجوا من الضباب في أسرع وقت ممكن. وفعلا بيعملوا كده وبيهربوا من السمك المتوحش في الآخر، وأي سمك كان بيخرج من الضباب وراهم بيموت على طول من غير ما حد يقرب منه.
وبيتصدم جاك لما بيبص في الأرض وبيلاقي آثار أقدام حيوان متوحش وضخم، وبيعرف إنهم لسه في خطر وإن الموضوع مش بالسهولة دي. وبعدها بكام دقيقة واحد منهم بيلاقي سائل أبيض بيقع عليه، ولما بيبص فوق بيتصدم لأنه بيشوف وحش مرعب وشكله غريب جدا. وقبل ما يفكر يدافع عن نفسه أو يأذي الوحش ده بيظهر وحش تاني بشكل تاني، وبتدخل الوحوش في حرب ضد بعض، وواحد منهم بيكون أقوى وبيقدر يتخلص من التاني بكل سهولة. وكل ما بيتصدموا من اللي بيحصل حواليهم بتحصل صدمة أكبر من اللي قبلها، وفعلا بيظهر قدامهم ضفدع ضخم جدا ومرعب وبيستعد علشان يهجم عليهم. وفي اللحظة دي جاك بيوصل وبيمسك سهم كبير وبيضربه في عين الضفدع بكل شجاعة. وطبعا الوحش بيتأثر جدا بالحركة دي وبيفضل يتألم وبيصرخ بصوت عالي وبيمشي وبيسيبهم في الآخر وبيهربوا كلهم من الاتجاه التاني. وبالرغم من كل ده الضفدع بيغضب وبيصمم ينتقم منهم بأي طريقة، وبيبدأ يمشي وراهم من مكان للتاني، والحركة الواحدة منه بمسافة كبيرة جدا، والموضوع بيكون صعب عليهم جدا. وقبل ما يوصل لهم فعلا بيظهر وحش من نوع تاني قدامه وبيهجم عليه وبياكله وبيتخلصوا منه بكل صعوبة، ولكن بيتصدموا لما بيشوفوا الأفعى قدامهم وبيترعبوا ساعتها لما بيتأكدوا إنها ضخمة جدا ومستحيل حد فيهم يقدر يتخلص منها. وبتبدأ الأفعى تطاردهم في كل مكان وبتعمل فوضى في الغابة كلها وبتعرض حياتهم للخطر أكتر وأكتر. ومن حظهم الحلو إنهم بيلاقوا مكان ضيق يستخبوا فيه، والأفعى مش عارفة توصل ولا تقرب من أي حد فيهم، وبالرغم من كده بتفضل تكسر في الشجر بكل قوتها وبتحاول توصل لهم. ومن حظهم الحلو واحد زميلهم بيجي من الاتجاه التاني وبيستخدم جوز الهند علشان يشتت الأفعى شوية وتتحرك من مكانها، وبسبب اللي عمله الأفعى بتسيب زمايله خالص وبتبدأ تجري وراه هو، وعلى آخر لحظة بيقدر يستخبى ورا شجرة ضخمة وبيختفي من قدامها تماما. وساعتها الأفعى بترجع تدور عليهم مرة تانية وبتكون غضبانة أكتر من الأول بكتير. وفي طريقها بتقابل واحد منهم وبتخلص عليه بكل وحشية، ومحدش بيقدر ينقذه من بين ايديها خالص. ومن كتر الصدمة كلهم بيهربوا بسرعة في الاتجاه التاني، وبيترعبوا من فكرة ان الأفعى تمسك حد فيهم لان مصيرهم هيكون الموت. وبيفضلوا يجروا فترة طويلة لحد ما بينطوا في مية الصرف الصحي، وبيحبسوا نفسهم فترة طويلة علشان الأفعى ما تحسش بيهم. وفعلا الأفعى بتتشتت ومش بتلاقي ولا واحد فيهم، وبعد كده بتمشي وبتسيب المكان. وبنرجع تاني للحفرة، وبيقف رجل الأعمال على أعصابه وبيحاول يخرج من الحفرة دي بكل الطرق، وبيتكلموا كلهم مع بعض يمكن يلاقوا أي فكرة جديدة. وفي اللحظة دي الأرض بتبدأ تتهز جامد، وبيفهموا إن الأفعى رجعت مرة تانية، ومن كتر الخوف بيترموا في الأرض وبيعملوا نفسهم أموات. وأول ما الأفعى بتدخل الحفرة بترمي الراجل اللي لسه بلعاه من شوية، ولما بتفتش المكان بتتصدم إن في حد من أطفالها مقتول بطريقة بشعة جدا، وبتقرر تروح تنتقم من الناس اللي في الغابة، وده لأنها مفكرة إن كل الناس اللي في الحفرة ماتوا، وأكيد اللي عمل كده حد من الناس اللي في الغابة. وأول ما بتخرج من الحفرة رجل الأعمال بيقوم وبيتخانق هو والقبطان مع بعض، وفي اللحظة دي باقي البيت بيبدأ يفقس، ومن كتر الرعب الكل بيحاول يهرب ويستخبى بسرعة، والوحيدة اللي بتفضل مكانها هي إيمي، وبتتصرف بطريقة شجاعة جدا وبتقرب من التعبان الصغير وبتحاول تطمنه وبتلعب معاه كمان. ومن كتر حنيتها الصغير بيفكرها مامته وبيبدأ يتصرف معاها بطريقة حلوة جدا. ولأن إيمي كانت قارية كل المعلومات دي في الكتاب بتاعها قبل الحادثة فكانت فاهمة كويس هو حاسس بإيه، وعارفة إن هو شايفها دلوقتي أمه ومستحيل يفكر يأذيها. وللأسف بيهجم على الباقي وبيبدأ ياكلهم واحد ورا التاني، وبيستغل رجل الأعمال الفرصة وبيلاقي طريقة وبيهرب بيها من الحفرة أخيرا. وبدل ما يساعد الباقي علشان يخرجوا من الحفرة بيرفض وبيتصرف بطريقة أنانية جدا، وبيمشي لوحده مع إنه عارف إنهم هيموتوا. وبيرجع جون واللي معاه للمختبر وبيلموا كل الحاجات اللي ممكن تفيدهم في الرحلة. وفجأة وهم بيلموا الحاجة رجل الأعمال بيدخل عليهم وحالته بتكون وحشة جدا، وعلشان ما يعرفوش إنه شخص مش كويس وساب الناس للموت بيكذب وبيقول لهم إن كلهم ماتوا ومش باقي غيره هو، وإنه قدر يهرب من الأفعى بأعجوبة. وبيتصدم جون وبيفضل يصرخ ويعيط على بنته اللي ماتت، وبيلوم نفسه قوي لأنه للأسف معرفش يحميها. ولما بيعرفوا إن الليل هيبدأ بيقرروا يناموا في المكان ده لحد الصبح. وتاني يوم على طول بيسمعوا صوت طيارة، فبيجري رجل الأعمال على بره وبيفضل يشاور وينادي بصوت عالي على أمل إن أي حد يشوفه. وللأسف الطيارة بتكون بعيدة جدا وما بتاخدش بالها خالص وبتمشي في الآخر.
وبيقعد جون طول اليوم يفكر في بنته وبيفقد الأمل في الحياة. وفجأة وهو قاعد بعدها بكام ساعة بيسمع صوت بنته في اللاسلكي، فبيفهم إن رجل الأعمال كان بيكذب عليهم، وبيجري بسرعة يحكي لزمايله إن بنته لسه عايشة هي وكل الناس اللي معاها، وبيتحمس قوي علشان يروح يدور عليهم، وبيشوف إنهم لازم ينقذوا الناس دي في أسرع وقت ممكن. وطبعا رجل الأعمال بيكون قلقان وما بيكونش عايز حد يعرف حقيقته، وبيحاول يبين إن جون كذاب ومجنون وبيتخيل حاجات مش موجودة. وفعلا الكل بيصدقه هو، وبيصمموا يمشوا وبيطمشوا كل كلام جون. وعلى آخر لحظة اللاسلكي بيشتغل وبيسمعوا صوت بنته فعلا، وبيصدقوا إنه بيقول الحقيقة، وبيترعب رجل الأعمال وبيخاف يعملوا فيه حاجة بعد ما عرفوا إنه كذاب، فبيحاول يهرب بسرعة وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لمكان آمن. وبيلاقي في اللحظة دي طيارة بتقرب عليه، وبيفرح لأن الطيارة أخيرا بتشوفه وبتقرب كمان علشان تاخده. ومن غير أي مقدمات الأفعى بتظهر وبتاكل الطيارة باللي فيها، وبيقف الراجل متحسر ومش عارف يتصرف إزاي دلوقتي. وفي نفس الوقت بنت جون بتقعد مع شابة اسمها سوشي، وبتاخد سوشي اللاسلكي منها وبتحاول تتكلم مع جون. وبيفضل جون ماشي ورا مصدر الصوت فترة طويلة وبيحاول يحدد مكانهم. وبعدها بكام دقيقة سوشي وإيمي بيلاقوا كل البيض فأس، وإنهم خلاص قاعدين بين الوحوش وحياتهم في خطر. ومن حظهم الحلو إن الأفعى الصغيرة اللي فاكرة إيمي أمها بتدافع عنها وبتصمم إن مفيش أي أفعى تأذيها، وبتفضل جنبها طول الوقت. ولما إيمي بتصرخ باباها بيعرف مكانها وبيجري بسرعة في اتجاه الحفرة، وبيفرح جدا لما بيتأكد إنها لسه موجودة وبيشوفها بعينيه. وبيتصدم من عدد الأفاعي الكتيرة اللي في الحفرة، وبيعرف إنه لازم يتصرف بسرعة، فبيجري وبيجيب جذع شجر علشان يقدر يسحبهم بيه لفوق. وقبل ما يساعدهم الأفعى الكبيرة واقفة قدامه وغضبانة جدا. ومن حظه الحلو جاك بيوصل في الوقت المناسب وبيهجم على الأفعى بآلة حادة وبيحاول يحميه منها. وبيستغل جون الفرصة وبيحاول يساعد بنته وسوشي بسرعة، بس للأسف وزنهم بيكون تقيل جدا ومش بيكون عارف يتصرف لوحده. وعلى آخر لحظة إيده هتسيب، وبيكون عارف إن الأفاعي خلاص هتخلص عليهم لو فضلوا في الحفرة ثانية كمان. وفي اللحظة دي القبطان بيقرر يساعدهم، فبيرفعهم لفوق وبيخفف الوزن على جون شوية، وبيشتت الأفاعي لحد ما البنات توصل للسطح بسلام. وبيفرح جون جدا لما بيشوف بنته أخيرا بعد كل ده، وبيعتذر لها لأنه معرفش يحميها وسابها تواجه المشاكل دي لوحدها. وبسرعة بياخدهم وبيحاول يهرب بسرعة. وفي نفس الوقت ده الأفعى بتغضب أكتر وبتبدأ تطاردهم في كل مكان. وبالرغم من المجهود اللي رجل الأعمال عمله علشان ينقذ نفسه، بيلاقي نفسه تايه في الغابة ومش عارف يخرج منها أبدا، لحد ما بيتكعبل وبيقع في نفس الحفرة تاني وبيموت بطريقة وحشية على إيد الأفاعي. وبيخرج جون وكل اللي معاه من الغابة أخيرا، وبيتصدموا إن الأفعى لسه وراهم. وساعتها جاك بيطلب من جون ياخد البنات ويهرب بيهم، وفي المقابل هو والشاب اللي معاه هيشتتوا الوحش على قد ما يقدروا. وبيتصدم جون في اللحظة دي لأنه بيكتشف إن بنته مش معاه، وإن الوحش واقف وراها وبيبلعها قدام عينيه للمرة التانية. ومن كتر الصدمة بيرفض يستسلم زي المرة اللي فاتت، وبياخد الآلة وبيهجم على الأفعى بكل قوته. وفي نفس الوقت ده جاك بيتأكد إن الأفعى دي هتفضل وراهم، وإنهم لازم يتخلصوا منها للأبد علشان يتأكدوا إنهم هيعيشوا في سلام. وبعد تفكير بيقرر يضحي بنفسه، وبيمسك شعلة نار وبيجذبها وراه لقلب الغابة مرة تانية، وبيوصل للمكان اللي فيه المادة القابلة للاشتعال، وبيستنى الوقت المناسب وبيولع في المكان كله. وللأسف بعد كل ده الأفعى بتتحرق، بس بتفضل عايشة وبتخرج بره الغابة وبتحاول تطفي الحريقة اللي فيها. وبيضربها جون الضربة القاضية وبيخرج بنته منها في الوقت المناسب، وبيفضل يضغط على قلبها بكل قوة وبيرفض يستسلم لفكرة إنها ماتت، لحد ما في النهاية أخيرا بترجع للحياة مرة تانية. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.